اهلا بيكم يا حلوين، فيديو جديد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هشارك معاكم تاني يوم من التحدي بتاعنا، تحدي مذاكرة 25 ساعة. النهاردة هيبقى عندنا محاضرة الكيمياء العضوية اللي هي اول محاضرة في الترم التاني، وكمان عندي تسليم واجب بتاع العربي المفروض اسلمه النهارده واحله، لسه محلتهوش وهمتحن. يبقى النهارده عندنا الكيمياء، محاضرة الكيمياء. انا معرفش لسه هي كام ساعة بصراحة، مش عارفة هقدر اخلصها مذاكرتها والحل بتاع المستر، كتاب المستر، ولا لا. ممكن لو لقيتها كبيرة يعني هسيب حاجة منهم. المهم عايزة اقول لكم ان انا صاحية النهاردة الساعة 2، عبال ما بدأت مذاكرة دلوقتي الساعة 3 يعني، فعايزة ابتدي عشان ما اضيعش وقت اكتر. اول حاجة هعملها ان انا هسمع محاضرة الكيمياء وبعد كده هذاكرها بقى. بصوا، انا لقيت المحاضرة 3 ساعات ونص، هقسمها على كذا وقت وكل ساعة هاخد بريك شوية. وعايزة اعرفكم ان الكتاب كل ده لسه ما جاليش، انا طلبته لسه ما جاش. فهذاكر من بوردات المستر، هفتح التاب بعد ما اخلص بعد ما اتفرج على المحاضرة هبتدي اذاكر من البوردات بتاعة المستر اللي بيشرح منها من التاب. وكمان هحل الاسئلة من المنصة على طول، يعني بدل ما اذاكر واحل من الكتاب بعد كده اسلم الواجب على المنصة، لا انا هسلمه اكني بامتحن عشان ما تتراكمش عليا اكتر من كده. طلاب الصف الثالث الثانوي العام والازهري، حبايب قلب المحترمين، يا رب تكونوا بخير وصحه وسلامه. اهلا بيك صديقي العزيز في المحاضره الاولى باذن الله تعالى من الكيمياء العضويه. الكيمياء العضويه يا صديقي الفرع، زي ما بقول دايما، الاجمل والاروع والامتع والاسهل والابدع، كل الفروع دي. ولذلك يا صديقي كان لازم في البدايه كده ان احنا نديك نصيحه، ندي تمهيد باذن. بصوا، انا كده خلصت اول ساعة، هعلم بقى على اول ساعة دي وهاخد بريك شوية وارجع اكمل بقية المحاضرة. عليك وتبص تلاقيه حجر واقف كده. فكان ربنا بيهيئه، دي من لطف ربنا. لطف ربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم وسعك، يعني هو بناء على وسعك بيديك ابتلاء، تستحمل قد ايه وتصبر قد ايه وتشكر قد ايه، هيئك بقى. ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الانسان. فربنا سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ينام يصحى يلاقي الموقف بالظبط وهو زي النور، ويقول للسيده خديجه انا بسمع اصوات وحاسس ان انا جننت اصلا يعني فربنا كان بيهيئه صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا بقى نقرا حديث طويل، وانا يعني ما اعرفش ملاحظين ولا لا، بس انا احب اجيب نص الحديث واحب نقرا عشان يعني ايه نعيش مع ودلوقتي هبتدي اسمع على الجزء التاني بقى. الذوبان، القطب يدوب في القطب. بصوا، انا كنت عايزة اذاكر الجزء بجزء الاول، يعني ما بحيث ان انا ما ذاكرش المحاضرة كاملة. بس التاب فاصل دلوقتي، فقلت استغل الوقت يعني واكملها بقى وابقى اذاكرها مع بعض يعني. لها بعد كده حلو يا عم. كده قارنا من حيث الريحه والتطاير، قارنا من حيث الاشتعال، قارنا من حيث الذوبان. هنرتب دلوقتي، تعالى بقى. قارنا بينهم من حيث درجه الانصهار. عملنا ايه؟ جبنا مركبات صلبه عضويه ومركبات صلبه غير عضويه، ودي عندك في البيت تعرف تعملها. هات شمعه، الشمعه دي ماده عضويه. انا سمعت لحد تجربة الكشف عن الكربون وخلصتها، يعني خلصت ساعة وربع كده. هاخد بريك بقى وارجع اكمل بقية المحاضرة. اللي هيخلي ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليك فيرى منك خيرا فيؤتيك خيرا. قلت لك اكتر من مره ان هي من عمل صالحا من ذكر او انثى. بصوا كده خلصت بقى هما ال3 ساعات. هحسب النص ساعة مع المذاكرة. يعني بصوا دلوقتي ظبطت التايمر على ساعة ونص عشان اكمل بقية الساعة ان انا ما كملتهاش في المحاضرة، وهبتدي اذاكر من البوردات الشرح.
شباب انا وصلت لحد هنا، دول اللي خلصتهم في ساعة ونص. هاخد بريك وارجع اكمل بقية البوردات، بس الاول هعلم على الساعتين اللي خلصناهم. هاخد بريك بقى وارجع اكمل. اوكي حلوين، دلوقتي هرجع اكمل مذاكرة. بالنسبة للتايمر ظبطته على ساعة كمان، وهبتدي من عند تجربة الكشف عن الكربون. بصوا انا حاولت اخلص بقية البوردات في ساعة، بس في حاجات صعبة جدا لازم تتذاكر تاني يعني. ما حفظتهاش كل ده ولازم اذاكرها تاني، مش عارفة، بس زهقت من مذاكرة الكيمياء وكده، مش حاسة ان انا عايزة اذاكر تاني. حاولت اقراهم كده اي حاجة بس عشان هما كتير جدا، ويعني تقريبا عايزين يوم لوحدهم اصلا. فعايزة اذاكرهم تاني يوم تاني يعني، بس مش هذاكر النهاردة كيمياء، هكتفي بكده. وهشوف بقى ممكن اذاكر عربي دلوقتي او احل الاسئلة، مش عارفة، بس ما ظنيش ان انا هعرف احل الاسئلة وانا مش مذاكرة كويس ومش حافظة الحاجات دي كويس، مش عارفة اعمل ايه. انا ظبطت التايمر على ساعة، وهبتدي اراجع دروس العربي اللي هي المحاضرة اللي فاتت يعني، قبل ما احل تدريبات الواجب وامتحن. دي طريقتي على طول من بداية السنة، ان انا باجي يوم التلات اراجع على الدروس، بعد كده احل الواجب بقى، مش بحل على طول يعني عشان بكون نسيت شوية وكده. المفروض ان انا ما هعمل ايه دلوقتي، المفروض ان انا الخص الدروس. ثواني اجيب البتاع اهي، الكراسة تلخص دروسك دي بستخدمها يوم التلات بعد ما اكون رجعت، بمسكها وابتدي اكتب الدروس من دماغي، بس مش ببص في اي حاجة تانية. بس هركنها دلوقتي، هبتدي اراجع شوية كده وبعد كده ارجع لها. انا نسيت اساسا كنا عندنا ايه النهارده. هبتدي بالحال. بصوا انا دلوقتي خلصت مراجعة درس الحال، وعايزة اقول لكم ان انتوا لو مذاكرين اول مرة وجيتوا تراجعوا بجد الدرس مش هياخد منكم دقايق يعني. انا بصوا 7 دقايق بس وكنت مخلصة مراجعة درس الحال. هبتدي دلوقتي بقى الخصه. هي البتاعة لسه بيضة عشان انا ما عملتش المحاضرة 7 و8، ما لخصتش فيها. دلوقتي خلصت مراجعة الدروس كلها، وبالنسبة للإيجاز والقصة القصيرة قريتهم كده بس عشان أنا يعني طالما فهمتهم من المستر مش بذاكرهم يعني مذاكرة. فهبتدي أحل الأسئلة وأنا لسه مخلصتش الساعة. هعلم على ساعة وهاخد بريك شوية وارجع اكمل بقية حل الأسئلة. انا وقفت عند أسئلة النحو وخلصتهم، وهاخد بريك وارجع اكمل ساعة تانية. عملت نسكافيه ودلوقتي هظبط التايمر على ساعة كمان وهبتدي اكمل حل. انا دلوقتي خلصت الحل خلاص. بالنسبة لتدريبات اختبر نفسك مش بحلها دلوقتي، هبتدي ادخل على المنصة هدخل على المنصة اسلم الواجب وامتحن.
بصوا انا جيت ادخل على المنصة، مش عارفة في ايه، ما لقيتش تسليم الواجب ولا الامتحان. لو حد عارف ايه المشكلة يقولي. فانا خلاص هسيب بقى الواجب، مش همتحن طبعا عشان انا بس مش لاقيه اصلا فين الامتحانات وكده، رغم ان هو المفروض بينزل يوم التلات يعني، بس انا مش لاقيه حاجه. فهسيبه بقى وابتدي اذاكر حاجه تانية. بصوا عايزه احكي لكم على حاجه هعملها عشان اتدرب على امتحان الشامل بتاع مستر خالد. ان انا هبتدي افتح المحاضرات وهبتدي احل الكتب الخارجية بتاع كل محاضرة لوحدها، عشان انا وقت الشرح يعني ما كنتش بحل الكتب دي، كنت بحل بس كتاب المستر. وكمان انا خلصت يعني مذاكرة الشرح وكده، فعايزة ابتدي افتح كل فصل بقى واحل المحاضرات بتاعته. انا هنا ابتديت بالفصل التاني عشان داخل في الامتحان التاني والتالت والرابع. بدأت بالتاني، هحل اول محاضرة دلوقتي. بصوا خلصت اول امتحان في المحاضرة الاولى. هبتدي ادخل على المحاضرة التانية احل الامتحان بتاعها عشان اخلص ساعة. فتحت كتاب الامتحان بتاع المحاضرة التانية، هبتدي احله. كان هو 25 سؤال، والتاني كان 23 كده، فهخلصه واجيلكوا. واخيرا يا شباب وصلنا للساعة الاخيرة. انا النهاردة تقريبا ذاكرت 8 ساعات وتلت، يعني 8 ساعات ونص كده. لخبطت شوية عشان ذاكرت كيمياء، ذاكرت سوري حليت الاسئلة، ما كنتش عاملة حسابها في اول اليوم. فتقريبا مذاكرة يعني 8 ساعات ونص حاجة كده. وبقى هدخل انام دلوقتي عشان الساعة داخلة على 5. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا حلوين. لو عجبكم متنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة، وكمان تستنوا اخر يوم في التحدي ان شاء الله هينزل لكم بكرة. باي باي.